لو انت كوير وبتحب كرة القدم يبقى اكيد سمعت تصريح زاهي حواس. ايوه، الراجل المحترم الكبارة اللي قدامك في الصورة ده، واللي كان ماسك في يوم من الايام المجلس الاعلى للاثار المصرية، يعني كان مسؤول عن اكبر اثار في الدولة المصرية وفي العالم كله. الراجل المحترم الكبارة اللي قدامك ده خرج وقال ان حتشبسوت كانت اهلاوية، رغم ان حتشبسوت اصلا كانت موجودة قبل انشاء النادي الاهلي بيجي 5 6000 سنة. واختلافنا هنا مش على النادي الاهلي خالص، النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا. انا بس جاي اقول ان عار على الدولة المصرية ان شخصية بالشكل ده تخرج وتقول التصريح الغريب ده، لان الراجل ده مشهور جدا في العالم كله وذو ثقة في حديثه عن الاثار المصرية. فلما يخرج يقول خبر بالشكل ده، وخبر طبعا فيك، انا مش عارف العالم كله هيبص الخبر ده ازاي، لان المعلومة دي خاطئة بنسبة مليار في المية، لان زي ما قلت لك حتشبسوت قبل الاهلي بخمس 6000 سنة. وكإنسان بخاف على الدولة المصرية واثار بلدي بقول لك ان الراجل ده مش ذو ثقة. وتخيل حضرتك لما السواح اللي بيجوا الدولة المصرية يسمعوا الكلام ده، طبعا هيقولوا لفظ مش كويس على الشخص اللي قدامك ده، وهيقول لك كل كلامه عن الآثار المصرية مش صحيحة. يعني اللي خلاك تهجس في الخبر ده أكيد كنت بتهجس في كل الأخبار اللي قبل كده عن الآثار. يعني اللي يخلي الشخصية تكذب مرة هتكذب مليون ومئتين ومليار مرة. تصريح غريب وعجيب جدا من الشخصية اللي قدام حضرتك دي، واللي المفروض انها كانت في يوم من الايام مسؤولة عن الآثار المصرية. انت كده بتضر الآثار المصرية يا عم زاهي.